بدقيق وميه بس وبدون اي تكاليف هنعمل الجمال اللي انتم شايفينه ده. عايزه اقول لكم دي احلى بغاشه بجد، ممكن تجربوها، سهله وبسيطه جدا ومقاديرها متاحه في كل بيت. نبدا كده على طول، بس يا ريت قبل ما نبدا ادعمونا كده بلايك حلو منكم. اول حاجه هنبدا بيها هي الشربات. معايا كده كوبايه ونص من السكر، هضيف كده عليهم كوبايه من الميه، وهضيف دلوقتي كده عليهم عصير ليمونه كامله بالشكل ده، وارفعهم معايا على النار لمده 10 دقايق. هقلبهم كده الاول وهنرفعهم لمده 10 دقايق. بعد 10 دقايق بننزلهم من على النار ونضيف لهم الفانيليا، وكده الشربات يكون جاهز معانا تمام. احنا عايزين الشربات بتاعنا يكون تقيل وبارد. كده خلاص انا رفعتهم معايا على النار، وده كده شكل الشربات بتاعي. هضيف ليه كده الفانيليا، هقلبها كويس قوي بالشكل ده، وكده خلاص هنركنها على جنب ونبدا نشتغل ايه في العجينه بتاعتنا. اول حاجه كده معايا طبق، ابدا احط كده فيه الدقيق. كميه الدقيق اللي انا هستخدمها هي كوبايتين الا ربع من الدقيق، ما يعادل 250 جرام، يعني ربع كيلو دقيق. ودلوقتي هضيف كده عليهم البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر بالشكل ده، وعليهم رشه خفيفه قوي من الملح. وهضيف دلوقتي كده عليهم كيس من الفانيليا يديلها نكهه وريحه حلوه قوي، ومعلقه كبيره من الخل، ومعلقه كبيره من السكر، وعليهم كده معلقه صغيره من الزبده، ممكن تستبدليها بالزيت او السمنه براحتك خالص. بالنسبه لكميه الميه، انا معايا هنا كوبايه الا ربع من الميه، ضفت كده كميه وهبدا اعجن على حسب بقى العجينه ما تاخد معايا. المهم العجينه تتلم معايا واوريكم قوامها بيكون عامل ازاي. فما تضيفيش الميه مره واحده عشان تبقي مسيطره على العجين. لو انت كمان لسه ايه جديده في العجن، تمام، عشان يطلع معاكي العجين ممتاز وحلو قوي قوي، ما تضيفيش الميه مره واحده عشان ما تضطريش ان انت تحتاجي دقيق تاني. فانا هنا احتجت معايا كده ميه، فضفت كده معايا حوالي ايه معلقه كبيره، وهبدا اعجن زي ما انتم شايفين كده. وكده خلاص انا مش هحتاج ميه تانية، يعني انا ما احتجتش كده كوبايه الا ربع من الميه، احتجت اقل من ايه من كوبايه الا ربع. هنبدا بقى نعجن العجينه بتاعتنا كويس جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي خلاص لمت معايا كده في الطبق. فهبدا اعمل ايه، ابدا اخدم العجينه بتاعتي. كل ما تخدمي العجين كل ما تاخدي نتيجه حلوه قوي قوي. يعني اخدم العجين يعني ابدا اعجن في العجينه بتاعتي مده ما تقلش عن 10 دقائق، بحيث ملمسها يكون ملمسها ناعم. فانا طبعا بفصل الكاميرا وببدا اعجن العجينه بتاعتي، واوريكم دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي. ده كده شكل العجينه بعد ما عجنتها كويس جدا، الملمس ناعم وحلو قوي قوي، والعجينه بتاعتي مخدومه صح. طبعا العجينه بتاعتنا ما فيش فيها خميره، بس اي عجينه حتى لو ما فيش فيها خميره لازم نسيبها لما ترتاح، لان هنفرد العجينه بتاعتنا. فانا هسيب العجينه بتاعتي ترتاح كده لمده بس ايه ربع ساعه، وبعد كده هبدا اشتغل فيها معاكم. ده كده شكلها بعد ما عدى عليها ربع ساعه، ما شاء الله مرتاحه وحلوه قوي قوي. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبدا اجيب معايا النشا. العجينه بتاعتنا احنا هنفردها على نشا وهنحط عليها نشا. هحتاج كده معايا معلقه كبيره من النشا بالشكل ده، احطها على الرخامه. وبعد كده هنبدا نجيب العجينه بتاعتنا ونحط برضو عليها ايه نشا للمره الثانيه، ونبدا نفردها. طب ايه فايده النشا؟ هي اللي بتخليها تورق معاكي. شايفين شكل العجينه لما ارتاحت عامله ازاي؟ الله اكبر، تحفه. العجينه حلوه قوي قوي. هحط كده عليها برضو النشا، وهبدا ايه افرد معايا بالشكل ده. هتبداي تفردي في العجينه بتاعتك لحد ما تبقى على شكل مستطيل، واوريكم دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي. اتمنى لو وصلتوا للمرحله دي ونسيتوا تحطوا اللايك، ادعمونا كده بلايك حلو منكم. واتمنى لو تشيروا الفيديو لكل اصحابكم، اكون شاكره لكم جدا جدا. كده خلاص انا بفرد في العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. لازم يكون تحتها كميه نشا كويسه وعليها كميه نشا كويسه. كل كميه النشا اللي انا استخدمتها هم معلقتين بس من النشا. كده خلاص انا فردت العجينه بتاعتي تمام، وده السمك بتاعها. هبدا اطبقها بالشكل ده. هطبقها كده معايا طبقتين. دي كده اول طبقه معايا انا، بس كده ايه بظبط النشا كده عليها تمام. وبعد كده هطبقها كده الطبقه الثانيه، هجيب كده الجزء الثاني كده عليها كده تمام. وبعد كده نجيب النشابه بتاعتنا ونبدا نفرد. هنفرد بالشكل اللي انت هتشوفوه معايا ده. هقلبها كده على الجهه الثانيه، وهبدا افردها على شكل مستطيل، وهتشوفوا شكله هيكون عامل ازاي. بقلبها كده معايا بالشكل ده، وهبدا كده احط النشا كده اللي موجوده على الرخامه كده عليها عشان افردها كويس قوي. طبعا عشان هي بتلزق معايا، فانا لازم احط كده نشا وابدا افرد. بالنسبه لسمك العجينه بيكون رقيق جدا، كل ما ترققي كل ما تاخدي نتيجه حلوه قوي قوي. شفتوا معايا في البدايه عامله ازاي؟ ما شاء الله كاني ماسكه ورق، يعني ما شاء الله حلو قوي قوي، لان انا رقيت العجين كويس جدا. فانا ببدا كده افرد معايا لحد ما اوصل للمرحله دي. كده خلاص هي اتفردت معايا تمام. شايفين بقى السمك بتاعها عامل ازاي؟ ببدا اطبقها دلوقتي كده على 3. دي كده اول طبقه معايا تمام، وهبدا بعد كده اطبقها الطبقه الثانيه، وبعد كده اجيب الطرف الثالث كده عليها. وكده خلاص هي جاهزه معايا تمام. طبعا في المرحله دي انا مش هفرد على طول. ليه بقى؟ هسيبها لما ترتاح عشان تتفرد معايا كويس قوي. فسيبتها ترتاح كده حوالي 10 دقائق، وبعد كده بدات افردها. ودي الفرده الاخيره، بقلبها كده على الجهه الثانيه. بنخلي كده ايه مكان ما طبقنا من تحت، وبحط كده عليها رشه من النشا وببدا افرد. في المرحله دي هتلاحظوا ان هي بتتفرد معاكم سهل جدا جدا. يعني كل ما تسيبيها ترتاح كل ما تتفرد معاكي اسهل. في الطبقتين اللي عملتهم قبل كده انا ما سبتهاش ترتاح، اشتغلت على طول. لكن الطبقه الاخيره سبتها لما ترتاح
ترتاح معايا. لكن لو خليتها ترتاح كمان عايزه اقول لك مش هتغلبك خالص في الفرد، في ثواني هتلاقيها بتتفرد معاكي سهل جدا جدا. شايفين هي بتتفرد معايا سهله ازاي؟ لان ما شاء الله سبتها حوالي 10 دقايق فارتاحت معايا كويس قوي، فما خدتش معايا لا وقت ولا مجهود. كل ما تريحي العجين كل ما تاخدي نتيجه حلوه قوي وما يتعبكيش خالص في الفرد ولا ايه في الشغل. كده خلاص هي اتفردت معايا تمام. عايزه تسوي الاطراف زي ما انا هساوي براحتك خالص، عايزه تسيبها زي ما هي دي حاجه ترجع ليكي، بس عشان الشكل والتصوير يطلع معايا كده منمق وحلو قوي فانا بسوي الشكل. طيب بالنسبه للزوايد اللي بتشيلها دي هترميها؟ لا طبعا مش هرميها، دي مورقه وطعمها حلو جدا. عايزه اقول لكم ان انا اكلتها قبل ما اكل البغاشه نفسها. بعمل ايه فيها بقى؟ ببدا اقطعها كده قطع صغيره وابدا احمرها في الزيت، واوريكم برده وانا محمره جزء منها، وبقليها عادي جدا وبحطها في الشربات وبتطلع تحفه. هنبدا دلوقتي نقطعها كده مع بعض بسكينه او بقطعها على حسب المتوفر عندك براحتك خالص. ممكن تقطعها بالمسطره لو انت عايزاها تطلع مظبوطه قوي، او بايديكي زي ما انا بعمل كده. انا بحط 3 صوابع وابدا اقطع تمام، واعملها كده على شكل مربعات. الطريقه سهله قوي ما بتاخدش اي وقت خالص معانا ما شاء الله يعني. وطبعا دلوقتي معايا زيت على النار بدا يسخن، وهبدا اسويها على طول، يعني ما بننتظرش، على طول مجرد ما بتخلصي تقطيع بتبداي تحمريها. ما شاء الله الكميه حلوه قوي قوي، كوبايتين الا ربع من الدقيق هنعمل كميه محترمه. ودلوقتي معانا الزيت على النار بدا يسخن معانا بالشكل ده. لازم تكون في زيت غزير وزيت سخن، ما بتاخدش بقى اي وقت خالص، يعني مجرد ما بتحطيها كده في الزيت بتبدا ما شاء الله تنفش معاكي وتلاقيها استوت معاكي، ما بتاخدش وقت خالص، بتاخد لون بسرعه. وعايزه اقول لكم هش قوي ومقرمشه ما شاء الله. طبعا معايا مصفى زي ما انتم شايفين كده، وحاطه تحتيها طبق عشان اي زيت ايه لو فيها زيت تبدا تصفيه. وعايزه اقول لكم والله ما صفت زيت نهائي. ليه بقى؟ لان النشا اللي احنا بنفردها عليه ما بيخليهاش تشرب زيت خالص، فما شاء الله ما بتاخدش معاكي وقت في التسويه، وبتطلع حلوه قوي وخفيفه وطعمها حلو جدا، ومش شاربه اي زيت نهائي. للناس اللي بتخاف من الزيت ما تقلقوش خالص، لان احنا فردناها على نشا. وطبعا يا جماعه ما ينفعش نفردها على دقيق، لازم تفرديها على نشا. شايفين بتاخد معانا لون بسرعه ازاي؟ عايزه اقول لكم هشه جدا. طبعا لازم تحطيها على مصفى بالشكل ده تمام. ولما نيجي نحطها في الشربات بنحطها واحده واحده. ليه بقى بحطها واحده واحده؟ لانها بتكون هشه جدا فممكن تتكسر منك. فانا كده خلاص بسويها كده معايا، بتاخد معايا لون حلو قوي، ببدا اطلعها على طول وابدا احط الكميه الثانيه في دقايق، تلاقي نفسك مخلصه، ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص. ناجحه جدا طبعا عشان نفشت معانا كده في الزيت، فتعرفي انها ناجحه معاكي ما شاء الله يعني. ومورقه بقى من جوه، عايزه اقول لكم زي الفطير كده، حلوه جدا ومقرمشه ولذيذه بصراحه. فكده خلاص انا خلصت الكميه دي، وهبدا بقى احط الكميه الثانيه. هوريكم بقى القطعه الصغيره اللي انا قلت لكم عليها ما شاء الله يعني. عايزه اقول لكم تحفه، يمكن احلى حاجه انا حبيتها اللي هي القطعه الصغيره، مقرمشه كده بقى ولذيذه وطعمها حلو جدا. هتشوفوها دلوقتي معايا. انا حطيت برده الكميه الثانيه اهي تمام، واوريكم كده في الاخر ايه الكميات اللي هي الصغيره اللي انا قطعتها كده ايه من الاطراف دي. بقى كده الزوايد اللي انا قلت لكم عليها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ صغيرين كده وشكلهم عسل قوي. كده خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي كلها عشان ما اطولش عليكم. وزي ما قلت لكم انا احطها في الشربات، بحط واحده واحده. طبعا حطيت عليها فول سوداني، بصراحه فرق جدا في الطعم. جربوها بالفول السوداني بصراحه يا جماعه رهيب، حلو قوي قوي. ممكن جوز هند وممكن تحطيها ساده زي ما هي براحتك خالص، بس انا بصراحه بحب الفول السوداني، فبصراحه فرق جدا في الطعم. فجربوها بالطريقه دي تعجبكم جدا. شايفين الجمال الله اكبر؟ اعتقد بقى مفيش بقى اسهل ولا اجمل من كده، وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه، والطعم مفيش احلى ولا اجمل من كده. اتمنى فعلا لو عجبكم تدعموا الفيديو باللايك والشير، اكون شاكره لكم جدا جدا. وكده اكون خلصت فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده ومع الف سلامه.